الرحيم. النهارده في الحزب لقيت بتوع بالقاس، وعيب انه يكون بالقاس موجودين وبرنامجنا صوت الحياه موجود، واهل بلدنا ما نعملش حوار وياه. قول حضرتك وحضرتك النهارده الحزب بيمثل لنا ايه في بالقاس؟ الناس كلها حزب اولا مركز بالقاس بالكامل، ومدينه بالقاس حاجه ثانيه خالص. الحمد لله في ناس محترمين قايمين. المستشار محمد طلبه والمستشار اسامه فعلا عاملين شغل حلو، والمستشار مجدي عرفه بصراحه، والمجموعه بتاعته الاستاذ خالد الاستاذ خالد اول ناس مجموعه محترمه ومجموعه خلق، وبصراحه واجهه مشرفه للناس. وبالقاس اصلا واجهه مشرفه للعالم كله. بالقاس فيها اجمل ناس واجمل كوادر. طبعا اكيد. وكوادرنا النهارده من بالقاس، وعايزين نقول احنا ما بنجريش ورا المظاهر، احنا النهارده متجمعين اهو، بس اهل بلدي اولى بيا وانا اولى بيهم. اهل بلدي اهل الخير، والاهل اللي انا عشت في وسطهم واتربيت عليهم. انا ما اصبحتش اعلاميه مني لنفسي الا بالقاس وباهل بالقاس. توجه كلمه ايه لبالقاس وحضرتك؟ طبعا بالقاس حاجه جميله واقول لاهالي بالقاس، اهالي بالقاس واهالي مركز الحزب الكامل الشتاويني، شرفتونا حزب حماة وطن، كنتم على قد المسؤوليه، وكما تعهدنا من البلاسه بالكامل في دعم الدوله المصريه. كنا واقفين ايد واحده في دعم الدوله المصريه، ودايما خلف قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله بعون الله بالقاس دايما في المقدمه. دايما يا رب. وتقول ايه مع المستشار اسامه؟ تقول ايه على بالقاس وبالقاس؟ كل مدى ما بتثبت وجودها وبتثبت فعلا ان هي اهم مدينه على مستوى الجمهوريه كل ناسها وكوادرها. دايما بالقاس مسانده للدوله المصريه في كل الاستضافات، ودايما بالقاس وقت الجد بتلاقي رجاله كلهم واقفين مع بعض. وفعلا هي ده فعلا معدن المصري الاصيل تلاقي عندنا هناك في بالقاس. ربنا يبارك فيهم. بالقاس بلدي اللي انا بحبها من قلبي. واللي عايز يطمن للحزب، المستشار محمد طلبه فاتح بابه ال 24 ساعه، والحزب فعلا حزب شغال وحزب فعال، وكان هو الحزب الاول في اختيار الرئيس. وقال للرئيس ربنا يسعدك ان احنا عملنا حاله غير 3 شهور، وكان باذن الله بالنسبه للحزب طبعا ممكن يكون عندنا بعض الاخطاء، لكن عشان تنجح اعترف باخطائك. انا بقول انا كان في عندي اخطاء، باذن الله حماة وطن بالقاس الفتره الجايه هيكون رقم واحد. حماة الوطن هيكون بالقاس رقم واحد ان شاء الله. ان شاء الله بنقول للرئيس الف مبروك، الف مبروك. الناس مجمعه من كل مكان بنقول مبروك، وتحيا مصر، وتحيا بالقاس، وتحيا امانات كلها من ارض بالقاس. جينا نقول التحيه لاهل بالقاس. تقول ايه؟ بارك ايه؟ تحيا مصر والف صوره معاه. الف مبروك للرئيس، والف مبروك لحزب حماة الوطن. الف مبروك لحزب حماة وطن، الناس الحلوه. والف مبروك. تقول ايه عادي؟ عايز تقول ايه؟ رقم واحد من الشعب للشعب في الشارع، مقبول من الناس، كل اللي فيه قامات محترمه جدا، وده اهم شيء. ان الناس كلها بتحب المكان ده، لان الناس اللي فيها كلها محترمه، القلب بنحبه. وانت عايزه تقول ايه يا استاذ؟ انا عايزه اقول الف مبروك، وانا اكسبت احلى ناس في قلب الحزب واجمل. انت جاي على الدكتوره اهم حد في الحزب. ده حبيبتنا كلنا واختنا. وانا اصلا جيت عشانها، يعني لما جم اختاروني انا جيت عشانها. وبعدين انا بقول للرئيس مبروك. انا حميده قابلته مره في مصر، وانا بقول لك تاني الف 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 مليون مبروك، وربنا يحفظك من كل شر ويعديها لك على خير. على فكره الرئيس شاف لي فيديو بتاع واحد معاق. لا شخصيا شاف لي فيديو على لواحد معاق، اتصل بالمعاق وحققوا له المشروع، ومشروعه نجح. والمعاق كل شويه يقول لي انت ليكي نسبه يا استاذه، انت اللي وصلت صوتنا للرئيس. قلت له لا،
انا خدمتك لوجه الله، جميل. وكان جميل ان انت وصوتك وصل للرئيس مره واحده. خلي بالك ان الريس ده جميل جدا. احنا هنكتب لك طلب والله جميل جدا. ما شاء الله. اصل انا شفته شخصيا، كنت في مؤتمر أنا شفته علم شخصياً. فلاح، كنت من العشرة الاوائل من علم الاهليه، وقابلته وبقيت انا شفته شخصيا. هو كل سنه وانت طيب. وبالأساس اصلا فيها كوادر وناس مهمه، وقابلت فعلا رئيس. منصورة، انا منصوريه بس بنتي متجوزه بالقاس. بس انا من المنصوره، انا من المنصوره يا ريس. أهلاً. انا حميده يا ريس. طب تقول ايه يا اهل بالأس انت يا طيب، يا اللي رحت في الاخر كده وقعدت وانت طيب، عايز تقول ايه؟ الحمد لله كان اصلا خير جميل ان الناس قدمت عليها حماة وطن اثبت نفسه في الشارع واثبت ان هو موجود على مدار الحدث خلال 3 ايام، وطبعا في خلال شهرين الناس بتشتغل موجودين في الشارع. اثبتنا للعالم كله موجودين، اصطفاف قوي جدا من الشعب سواء تنفيذيين سواء حساب سواء مواطنين، كل الناس اصطفت مبدأ واحد، والحمد لله كانت رسالة قوية جدا في العالم. مبروك علينا الأول، مبروك لينا الأول، مبروك لرئيسنا، وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. تحية مصر من خلال البرنامج. تحية مصر. عايز تقول ايه؟ انا مش هقول اللي انت عايزه، انت بتقول لواحده اعلاميه هتقول لي برنامج. قبل ما تقفلي. ليه برنامج مش كلام في الشارع اقعد انا وانت واخر النهار. عايزه اقول كلمه قبل ما تقفلي. اقول ايه؟ لا اله الا الله. هنقول